السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. نبداو ان شاء الله بالصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كتشوفوا الفيديو ديال اليوم وانتم بخير وعلى خير، صحيحتكم واموركم كلها في احسن الاحوال. هنايا بالنسبه للاقتراح الاول تشوفوا معايا حلوه ديال التمر هشيشه وفتيه ما تشبعوش منها. جميع التفاصيل ديال التحضير غتشوفوها معايا في هذا الفيديو. كيف كتشوفوا غادي نخدموها بلا طابع او مرشم، فقط بالنقاش يعني يدويا. غتشوفوا معايا التفاصيل كامله. والاقتراح الثاني غادي يكون عندي فيه اقتراح ديال حلوه ديال الكاوكاو بهذا الشكل هذا. فهذه معروفه في الشمال، حلوه البيان. كاين كيقول لها السنيه، كاين لي المحجبه، كل واحد وشنو كيسميها. كتجي هشيشه وفتيه كتذوب في الفم ذوبان. فجميع التفاصيل غتشوفوها معايا في الفيديو، فخليكم معايا ونبداو ان شاء الله على بركه الله بالمقادير وطريقه تحضير الحلوه ديال التمر. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده لينه. انا هنايا استعملت الزبده ديال العلب لا بريري او اي ماركه يعني موالفين كتخدموا بها. عندي كاس من السكر كلاصي او سكر ثقيل، سكر بودره. عندي كذلك هنايا نصف كاس من الزيت النباتيه. وعندي كيس واحد من نكهه ديال سكر بنكهه الزهر من السم بالزهر. وعندي ايضا واحد 4 حتى 5 المعالق ديال ما زهر. واكيد بطبيعه الحال عندنا واحد رشيشه ديال الملح اللي ضروريه ومؤكده في جميع انواع الحلويات كيف ما تعودتوا معايا. فهنا غادي نبدا ان شاء الله. غنوضع كيس من سكر بنكهه الفانيلا، غادي نضيف عليه سكر بودره وكذلك الزبده. بالنسبه للزبده فبامكانكم انكم تخدموا يعني بالمارغرين، مارغرين لذة او بوني، يعني بزاف نتاع الماركات موجودين في الاسواق. غير هو في حاله ما اذا استعملتوا المارغرين فيستحسن انكم تخدموا معاها كاس كامل من الزيت النباتيه، لانه كيف كتعرفوا الزبده النباتيه كتكون ميدومه بزاف، داكشي علاش كنستعمل معاها غير نص كاس. اما الا استعملتوا مارغرين فغادي تاخذوا بطبيعه الحال كاس كامل. هنايا ضفت المكونات كامله كيف شفتوا معايا، الزبده، السكر، الزيت وكذلك ماء الزهر. ماء الزهر تقريبا كيعطينا واحد ثلث كاس او زايد شويه. كنخدم الكل جيدا وغنضيف لها واحد المكون اللي اكيد كيضيف لهاد الحلوه هذه واحد الهشاشه وكتجي فتيه بزاف، كتذوب في الفم. هاد الحلوه هذه بطبيعه الحال فراه معروفه يعني غنيه عن التعريف، ما نحتاجش انني عاد نبقى نوصف لكم في الهشاشه نتاعها كيفاش كتكون. ولكن هاد المعلقه اولا 2 معالق ديال الخل اللي غادي نضيف فكيزيدوا يفتيو هاد الحلوه هذه، كتجي فتيه بزاف. انا هنا استعملت ملعقه اللي كبيره بزاف، غناخذ فقط ملعقه واحده. الا كانوا المعالق شويه صغارين فتقدروا تاخذوا 2 معالق او متوسطين في الحجم. كنمزج الكل جيدا وانا كنحاول انني نطلع ديك الزبده كتحصلوا على هذا الشكل هذا بحال الكريم كتحصلوا عليها. الا كان عندكم يعني المارغرين فاكيد غادي تخدموا بها وهي بدرجه حراره المطبخ باش تعاونكم اكثر. وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنجمع الحلوه ديالي بلا ما ندلكها، فقط برؤوس الاصابع باش هكا كنتحصلوا في الاخير على واحد العجين اللي كيكون مرمل. وحتى الحلوه ديالنا كتجينا هشيشه ومرمله يعني في العضه نتاعها، ما كتكونش يعني قاصحه. كنضيفوا الدقيق بطبيعه الحال شويه بشويه حتى كنتحصلوا في الاخير على عجين اللي تيكون لين. العجينه ما خصهاش تكون قاصحه نهائيا. كيف كتلاحظوا معايا العجينه فهي رطبه في اليد، ما تحاولوش انكم تدخلوا لها واحد الكميه كثيره من الدقيق، فقط انها تجمع معكم ما تبقاش كتلتصق باليدين صافي كتحبسوا. وهنايا مباشره غادي ندوز باش نسرح العجين ديالي من بعد ما غادي نكون وجدت العقده ديال التمر اللي غتشوفوها معايا. هنايا كانت عندي يعني نص كيلو ديال التمر، خديت النصف الكبير منها، يعني ما خديتش النصف ديال الباكيه، يعني خديت النص الكبير. تقدروا تقولوا واحد 350 غرام تقريبا. ضفت عليها هنايا شويه ديال الكركاع اللي فرزتو غير باليد كيف شفتوا معايا، واحد المعلقه ديال الزبده، القرفه،
شويه ديال اللوز مهرمش وشويه ديال الزنجلان. يعني هاد الاضافات هادو كيبقاو حسب الذوق حسب الرغبه. غير وقت ما قومتوا هاد العقده ديال التمر ديالكم فاكيد انه الحلوه ديال التمر كتجي بنينه وما تشبعوش منها وكتجي لذيذه بزاف. كيف شفتوا غنحاول ندخل لك الزبده في ديك العقده ديال التمر اللي عندي. والتمر بطبيعه الحال فخديت التمر ديال الباكيه يعني ما فورتوش في الدار. وغادي نبدا نضيف الماء زهر شويه بشويه تقريبا 1-2-3 ديال المعالق. المهم العقده كتجي معلكه ورطبه ما تكونش قاصحه بزاف. بالنسبه للماركه ديال التمر اللي خدمت بها فانا خدمت بالجود وبصراحه صدقات يعني زوينه بزاف والحلوه جات رائعه جدا. هنايا غادي ناخذ العجين ديالي كيف سبق وذكرت معكم غنطلقوا كله مره واحده فوق واحد سطح العمل اللي اكيد مرشوش بالدقيق. كيف شفتوا راه الدلاك فاش ما كترشوش الدقيق بواحد الكميه مزيانه فراه كتبقى تلتصق لكم العجين في المدلك لانه فيها الزبده فيها ما زهر. فهذا الشيء يعني كيساعد على انه الحلوه تبقى تلصق. داكشي علاش من الافضل انكم ترشوا كميه مزيانه من الدقيق اولا تلقوها بين جوج اوراق ديال الطبخ او بلاستيك الغذائي. كيف شفتوا انا غناخذ غير واحد الكاس. في الاول بديت بواحد المرشم راه جربت به واحد الحبه غادي تبان لكم تما ولكن جاتني صغيره فخديت الفم ديال الكاس. كيف لاحظتوا معايا هو باش طبعت العجين ديالي كنطبعو كله مره واحده وكنبدا ناخذ القياس ديال التمر بايدي وكنوزع في كل دائره ديال لاباط عندي اللي مسرحه كنوضع فيها واحد الكميه من التمر. والسمك ديال العجين ما تيكونش رقيق بزاف وما غيكونش عاوتاني غليظ اكثر من القياس. فغادي تشوفوا معايا من بعد واحد الحبه كيفاش يكون. هنا كنوريكم يعني المنقاش او النقاش اللي خدمت به كيفاش داير الشكل ديالو تيكون مصفح هكا والحجم ديالو شويه كبير وحتى السنينات ديالو فراه واضحين وباينين يعني باش كتجي الرشمه ديالو زوينه في الحلوه ديالنا. كيف كتلاحظوا كنبداو ننقش من الفوق وحنا غاديين وكنخالفوا يعني كنديو واحد السطر بواحد الاتجاه وكنمشيو للاتجاه المعاكس وكنبداو. فهنا غتشوفوا معايا كيفاش داير العجين راه باين يعني ما تيكونش غليظ بزاف السمك ديالو وفي نفس الوقت ما تكونش رقيقه بزاف وكتجي يعني قد هي والحشوه. كتحاولوا انكم ديروا الحشوه يعني ما تكونش قليله عاوتاني بزاف باش ما تجيش الحلوه ديالكم فيها غير لاباط وما تكونش عاوتاني اكثر من القياس باش كتجي هي هذيك في الماكله ديالها. صافي كنحاول انني نسد هاد الدوائر اللي عندي من بعد ما تخلصت من الفائض ديال العجين اللي كان باقي عندي تمايا فوق سطح العمل جمعته وخليت غير دوك الدوائر اللي فيهم التمر وكنبدا نسدهم بهذا الشكل هذا وحده بوحده حتى كنسدهم كاملين وكنبدا نقش كيف كتلاحظوا معايا بهذه الطريقه هذه. يعني كنبدا بواحد الصف هو الاول حتى كنساليه من الطرف حتى الطرف الاخر وكنمشي الاتجاه المعاكس ديالو من الاسفل وعاوتاني كنرجع الجهه الفوقانيه وكنبقى غادا بنفس الطريقه. فكنظن انه الفيديو موضح الفكره كامله كيفاش دايره. والنقاش ديالي يعني كنحاول انني نبقى ندوزو مره في الطحين باش ما يلتصقليش مع العجين ويضيع لنا يعني المنظر نتاعها. يعني الدقيق كيساعد انه المنقاش ديالنا ما كيلصقش في العجين اللي عندنا خدامين به. صافي حتى كنكمل النقش ديال الحلوه ديالي كامله. فهاد الحلوه هذه من الاحسن ما دارش فيها الخميره الكيماويه باش ما تضيع لكمش يعني هاد الرشمه او حتى الا استعملتوا الطابع. وفي حاله ما اذا كانت العجينه ديال التمر ديالكم يعني كتخسر معاكم او لكن كتنتفخ عنده العجين فانا كنظن انه يعني العقده كتدخل فيها واحد الكميه اللي هي كبيره من ماء الزهر وبالتالي فهي كتنفخ في الفران وهذا الشيء علاش يعني حتى الحلوه كتنتفخ. من الأحسن أنه القياس تاع ماء الزهر يكون يعني القياس في الحدود ديال المعقول ما يكونش ماء الزهر كتير يعني العقدة فقط كتكون رطبة وكتخدموا بها. هنا الحلوه ديالي كندخلوها الفرن على 180 درجه من الاسفل حتى كطيب كنشعلوا لها من الفوق. كيف كتلاحظوا ما كتحمرش بزاف فراه الحلوه يعني معجونه غير بالزبده لاباط ديالها ما فيهاش يعني البيض ولا شي مكونات اللي غيحتاجوا لنا شي وقت طويل. كتحمر كتذهب صافي كنخرجوها.
الطريقه ديالي في التفنيد هي هذه، يعني كناخذ ورق الطبخ كنرشو مزيان بالسكر كلاصي اللي يكون سبيسيال من الاحسن، وكنوزع الحلوه ديالي فوق من داك الورق ديال الطبخ باش يعني السكر كلاصي كيلامس الحلوه ديالي كامله من الاسفل بلا ما نحتاج انني نبقى نفند حبه بحبه وتاخذنا يعني واحد الوقت اللي طويل. وكناخذ في نفس الوقت الصفايه من بعد ما كنكمل الحلوه وكندردر عليها يعني السكر كلاصي من الوجه كامله بهذه الطريقه هذه. كيف كتلاحظوا فرا طريقه اللي سهله وسريعه ما كتاخذناش وقت اللي طويل بزاف وصافي. يعني كنبقى ناخذ حبه بحبه كنتخلصوا من الفائض ديال السكر في الوجه باش كتبان ديك الرشمه اكثر، وكنحتفظوا بالحلوه ديالنا في واحد العلبه اللي اكيد تكون محكمه الاغلاق وكتدوم معنا يعني واحد المده مزيانه. من الافضل انه يعني ما يقيسهاش الريح وتبقى في واحد العلبه اللي كتسد مزيان. فكتجي لذيذه بزاف صراحه. الناس اللي عزيز عليهم الحلوه ديال التمر اكيد الا جربوها فراه غادي تعجبكم وغتولي معتمده عندكم. هنايا الحلوه ديال البيان او الحلوه ديال الكاوكاو، عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي طحنته معلك بهذا الشكل هذا، ضفت له واحد رشيشه د الملح، عندي زلافه ديال الزيت او ما يعادل 2 كؤوس من الزيت النباتيه، غادي نسمها بالقرفه وكذلك مزيج بين نافع وحبه حلاوه كيبقاو هادو حسب الذوق والاختيار ديال كل واحد. كاين اللي ما غيفضلش القرفه عفوا، يعني كاين اللي ما غاديش يفضل القرفه فيقدر يعوضها فقط بكيس من سكر الفاني او كيس بنكهه الزهر. كيف استعملت انا هنايا كيس ديال النكهه ديال الزهر، سكر مركب بالزهر. غنضيف المكونات ديالي كامله، الزيت والكاوكاو وكذلك يعني دوك المنسمات اللي عندي، وغادي نبدا نخدم الحلوه ديالي بهذا الشكل هذا مزيان مزيان حتى كنحلو دوك الكركبات يعني كيكون الكاوكاو عندنا من بعد ما كيتطحن كيتكركب واحد شويه. في هذه المرحله هذه كتحاولوا انكم تحلوا دوك الكويرات كاملين اللي تيكون عندكم في الخليط حتى كتحصلوا على واحد الخليط اللي رطب ملس وما فيهش نهائيا تكتلات. فهاد الحلوه هذه كتبقى من الحلويات السهله والسريعه اكيد، فراه ما كتاخذش وقت اللي طويل في التحضير ديالها. وهنا اللي نسيت معكم هو السكر، نسيت ما ذكرتوش معكم من الاول، فكيف كتلاحظوا ضفت منه حتى هو تقريبا واحد الكاس مملوء من السكر، سواء سكر خشن او سكر كلاصي. غير هو الا كان السكر خشن كنأكد عليكم انه يتغربل حتى تحصلوا على حبيبات اللي تيكونوا رقاقين ما يكونش فيه نهائيا السكر اللي حبيبات ديالو غلاضين بزاف. كنجمع الخليط ديالي بالدقيق حتى كنتحصلوا على هذا القوام هذا، يعني العجينه تكون شاده في راسها ما تكونش رطبه بزاف باش الحلوه ديالكم كتصبر ما كتفرت لكمش في يديكم بزاف لانها كتجي هشيشه بزاف. فهنا كنت بديت الطياب ديال الحلوه، يعني طيبت لاطه الاولى هذه اللاطه الثانيه. بالنسبه لهاد الحلوه هذه فراه كطيح لي كميه تبارك الله معقوله، يعني 4 ديال اللاطات اللي خرجت ليا بهذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا حاولت انني ناخذ فيهم تقريبا 16 غرام في كل كويره، وكنحاول انني نخدمها بين يدي بشكل طولي كيف كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. ممكن انكم ديروها بشكل دائري او لا تسرحوها فوق واحد سطح العمل وطبعوها بمرشم اللي يكون دائري سامبل ما يكونش فيه نهائيا شي ديزاين ولا شي زواق هكايا من الاطراف ديالو وكتطبعوه. غير هو هاد الحلوه هذا هو الشكل ديالها المعهود والمعروف من زمان، فكتخدم بهذا الشكل هذا ديال الصبيعات. كندخلوها للفرن على 180 درجه من الاسفل حتى كتذهب وكنشعلوا لها من الفوق فراه كطيب دغيا. يعني حاولوا تردوا لها البال سورتو انه عندنا الكاوكاو يعني محمر من قبل، ما تحاولوش انكم تحمروا الحلوه ديالكم بزاف في الفرن. مني كطيب كيف كتشوفوا معايا بنفس الطريقه خديت ورق الطبخ رشيته بسكر كلاصي وغادي نوزع الحلوه نتاعي بهذا الشكل هذا فوق الورق كامله، ومن بعد غادي نبدا نرش الوجه ديال الحلوه ديالي كلها بالسكر كلاصي. فهاد العمليه هذه خاصه هاد الحلوه راه كتنفع معاها بزاف لانها كتجي فتيه وهشيشه، يعني باش تبقاو دوز وحده بوحده في السكر كلاصي وغير خصكم انكم تحاولوا على الحلوه لانها تقد تفرتت معكم كتكون هشيشه بزاف. فهذه كتبقى طريقه مختصره واحسن. كناخذ الكويغطاس كيف كتلاحظوا كنلف الجوانب بجوج للوسط وكنوضع حبه ديال الحلوه ديالي كيف كتلاحظوا هاد الطريقه راها باينه، وكنلف عليها الورق ديال الحلوه وكنجمعو من الجوانب بحال يعني بحال شي بونبون.
فراه الطريقه واضحه في الفيديو، يعني ما نحتاجش انني نبقى نهضر ونشرح بزاف، كل شيء واضح قدامكم. كنكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله. وهاد الحلوه هادي راه كتحط واحد الكميه اللي وفيره تبارك الله كيف سبق وذكرت. ماشي ضروري هاد الورق ديال الحلوه ديال البيان اللي معروفه بهذا الاسم هذا هنايا، يعني تقدروا ديروها هكاك غير هي والسكر كلاصي مفن دافي، وتحطوها في صحن التقديم في حاله ما اذا يعني تعذر عليكم تلقاو هاد الكويرطات هادو، واخا هما صراحه متوفرين متواجدين في اي بلاصه ولاو يعني موجودين. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلويات ديالي، كيجيو هشاشين لذاذين فتين ما تشبعوش منهم. فاكيد هاد الحلويات ديال زمان فاللذه نتاعهم في البساطه ديالهم. شكرا لكم، تلقاو في فيديو الجاي.